كل جمهور النادي الاهلي بيسأل هو ايه اللي جاب محمد عبد المنعم في الهدف الاول هنا؟ ايه اللي يجيب اخر مدافع واخر لاعب في الملعب جوه منطقة الجزاء في لعب مفتوح؟ هل دي بالصدفة؟ هل ده شغل كولر؟ تعالى يا سيدي وانا اقول لك. باختصار شديد، هدف الاهلي الاول في الرجاء هو ملعوبة من كولر بنسبة 100%. وكان بطل اللقطة دي هو مروان عطية اللي كان بيلعب دور الجوكر في اللقطة دي. مروان عطية كان واخد تعليمات واضحة وصريحة ان في لعب مفتوح وفي احتمالية ان في كورة كروس ممكن يتلعب، لازم محمد عبد المنعم يكون موجود في الحتة دي. ويكون مين اللي بيقوم بدور المدافع التاني جنب محمود متولي بقى؟ هو مروان عطية. مروان عطية اللي مرة واحدة اتقلب مدافع تاني جنب محمود متولي زي ما انت شايف كده قدامك في الصورة بالظبط. فعشان يأمن محمد عبد المنعم اللي يروح جنب في منطقة الجزاء جنب محمود عبد المنعم كهربا. ليه محمد عبد المنعم؟ بما انه هو افضل لاعب في ارض الملعب في النادي الاهلي بيلعب براسه، فلازم يكون موجود جنب محمود كهربا علشان اي كروس يتلعب من علي معلول يكون عندنا اللاعب اللي بيعرف يستغله. كل ده لعبة من كولر. فزي ما انت شايف كده الكرة تنتها من محمد هاني لمحمود متولي، محمود متولي لمروان عطية، مروان عطية طلع لعمرو السولية ثم اليو ديانج. كل ده فكرة واحدة لعيبة الاهلي عايزة تنفذها، اوصل الكرة لعلي معلول فين عشان هوب اما توصل لعلي معلول يرفع على دماغ محمد عبد المنعم فتتم العملية بنجاح. وقائد العملية دي كانوا اتنين، مروان عطية اللي قام بدور مركب ان هو يكون مدافع تاني في اللقطة دي طبعا عشان النمس ده وهو راجع من الاحتفال يشاور للشناوي يقول له انا قلت لك انا اخر واحد ما تقلقش. ومحمد عبد المنعم اللي لعب احلى ضربة رش شفتها له من فترة كبيرة. كل ده شغل كولر يا عزيزي.